أنا الرقيب مالك أحمد العليوي من محافظة حلب، المنشق عن الجيش سابقا والتابع إلى لواء الأحرار. وأعلمكم يا أهالي محافظة حلب أهلي وعشيرتي بأني انشققت عن الجيش دون أن أعلم أهلي وعشيرتي بذلك، ولا لذلك أقول لكم: من سمع ليس كمن رأى، والله من سمع ليس كمن رأى، والله من سمع ليس كمن رأى. والله إني رأيت مجازرا في منطقة البيضة، ورأيت اعتقالات عشوائية، ورأيت إطلاقات للرصاص الحي على المدنيين وعلى السيارات، ورأيت الدبابات تدوس الأشجار. والله إني رأيت ما سمعتم، والله من رأى ليس كمن سمع. وأقول لكم وأنا في موطن الأحرار أقول لكم: انتفضوا 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 انتفضوا. والله إن قعودكم لن يفيدكم، والله إننا لن نسمح، والله إننا لن نسمح للعار أن يصيبنا، والله إننا لن نسمح للعار أن يصيبنا، والله لن نسمح للعار أن يصيبنا. يا أهالي حلب الشرفاء، أحيي أهالي صاخور، أحيي أهالي عزاز، أحيي أهالي المرجة، أحيي عشائر حلب التي انتفضت، أحيي عشيرتي عشيرة البقارة، أحيي عشيرة العساسنة، أحيي عشيرة البوخميس، أحيي عشيرة الببطوش، أحيي عشائر حلب الشرفاء. وأقول لكم: انتفضوا على هذا النظام الباغي، انتفضوا انتفضوا. لن نسمح للعار أن يصيبنا، وناصروا أختكم حماة التي أصابها كما أصابكم في عام 1982. يا أهالي محافظة حلب، أنا ابنكم أناشدكم والقلب أسود، أناشدكم والعين تدمع، أناشدكم والجبين يندى على المجازر، أناشدكم بأن تثأروا لهذه المجازر، أناشدكم لهذه المجازر أن تثأروا لها من هذا النظام الباغي، من نظام عصابة بشار الأسد وشبيحته. يا أهالي حلب الشرفاء، يا عشيرة البقارة، يا عشيرة العساسنة، يا عشيرة البوخميس، يا عشيرة الببطوش، أني منكم وانتم ولد عمي. يا عشيرة العساسنة والببطوش والبقارة والبوخميس، يا عشائر البقارة، يا ولد عمي، يا أبناء عمومتي في محافظة حلب، انتفضوا ودكوا شوارعها، انتفضوا ودكوا شوارعها، انتفضوا ودكوا شوارعها، انتفضوا وتظاهروا ليلا ونهارا سلميا، وتظاهروا ليلا ونهارا سلميا في وجه هذا النظام الباغي. يا عشائر البقارة، يا عشيرة بيت بري، إلى بيت بري أحذر بيت بري من الوقوع في المآزق في محافظة حلب، أحذر كل شبيح في محافظة حلب، وإننا قادمون وسننتصر إن شاء الله، إننا قادمون وسننتصر إن شاء الله.